اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النهاردة فلوج فين بقى؟ في شارع المعز وشارع الحسين. بصوا الشوارع دي أنا بعشقها، بحب مصر كده جدا، وكمان بحب الشوارع بتاعتها، وكمان بعشق شارع الحسين والمعز. تعالوا كده هاخدكم معايا جولة. استني حطيتي لايك ولا لسه؟ لو لسه ما حطيتيش اللايك روحي حطي اللايك وتعالي كملي معايا الجولة هنا في قناتي. هفيدكوا جدا في وصفات واكلات ومشروبات وفلوجات ومسقات ومشتريات، وكمان بقدم لك لانش بوكس، وكمان بقدم لك افكار ازاي تحوشي وازاي تدبري وازاي توفري. معايا في قناتي هتلاقي كل حاجة موجودة. تعالوا بقى ما نكمل الجولة في الحسين والمعز. انا بعشق الشوارع دي، اقسم بالله برتاح كده راحة نفسية اول ما اروحها كده، بحبها جدا. عمري في حياتي يعني ما مل منها ابدا. تعالوا كده بصوا الشوارع تحفة ومليانة أجانب ومصريين وكله. طبعا أنا عايزة أقول لكم إن الفيديو ده من فترة، يعني حوالي أكتر من شهر. بصوا دي شوارعها اهي تحفة. دي ايتن بقى بنتي راحت جابت غزل البنات، ده غزل البنات للبنات بس. في واحد بقى للأولاد، عملنا واحد لسعيد لونه لبني، يعني البنك ده للبنات بس. تعالوا بقى اوريكم بتاع سعيد كمان. ايتن هتوريكم الاتنين، بتاع سعيد وبتاعها اهو. اللبني ده بتاع سعيد، والبنك بتاع ايتن. طبعا انا مش فاكرة لان الكلام ده اكتر من شهر وشوية. غزل البنات الواحدة كانت عاملة 35 ولا 40 جنيه، يعني ممكن يكونوا الاتنين ب70 جنيه او الاتنين ب80 جنيه. تعالوا بقى ما نكمل في شوارع المعز والحسين. طبعا في لخبطه شويه في الفيديوهات، يعني في شارع هيجي قبل شارع او كده، علشان انا ما كنتش بصور على الموبايل. فطبعا الفيديوهات لما اجت لي وكده وظبطتها كانت مش ورا بعض بالظبط. طبعا هنا ايتن بتجرب القوه بتاعتها قد ايه. دي لعبه برضو لعبتها كده، بتجرب القوه بتاعتها. طبعا بعد كده هنتمشى في الحسين والمعز، دول اجانب طبعا. بصوا الشوارع دي يا جماعة اقسم بالله فيها راحة نفسية ما حصلتش. طبعا انا بكتم الصوت علشان في اغاني في الشوارع دي كتير جدا جدا، كل كافيه مشغل اغاني، كل قهوة مشغلة اغاني. فطبعا ما ينفعش عشان حقوق الطبع والنشر. دي ايتن وسعيد بيتمشى هم. بصوا الجمال يا جماعة، تحفة. طبعا انا عايزه اقول لكم ان اللايكات عادت قليله جدا والمشاهدات عادت قليله جدا. تفاعلوا مع فيديوهاتي علشان اجيب لكم فلوجات في اماكن اكتر واصور معاكم. اوقات بروح اماكن والله العظيم ما برضى اصور، يعني بروح خروجات كتير مش برضى اصور، لان كده كده بقول مش بتجيب مشاهدات. انا اللي خلاني اصور في مصر والله ما كنت هصور. قلت ان انا مش صورت من زمان، من اول لما فتحت القناة صورت مرة وخلاص، فقلت اصور كمان يمكن يجيبوا مشاهدات كويسة. فطبعا لو الفيديوهات